السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بمتتبعاتي الأوفياء اللي توجو متفاعلين معايا، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم كالعادة والعوايد جبت لكم وصفة خفيفة وبنينة وجد اقتصادية، راح تحضريها غير في 5 دقائق واللي هي صباع العروس. راح تعجبكم بزاف بزاف. ما تنساوش تدعمونا بالمتابعة واللايك وبارطاجيوها مع حباباتكم فضلا وليس أمرا. نبداو على بركة الله بتحضير وصفتنا تاع نهار اليوم. راح نحتاج إلى بيضة كاملة، ونحتاج إلى كأس أتاي من السكر، وكذلك ملعقة كبيرة من الفانيليا. راح نخلط كل شيء مع بعض. في وصفتنا عفوا تاع نهار اليوم راح نحتاج الى هذا الكيس اللي كنت وريته لكم قست به السكر. راح نقيس به جميع المكونات تاعنا تاع الوصفه. راح نخلط مليح حتى يولينا ابيض، وبعدين راح نزيدو نضيفو الزيت بنفس الكاس. نخلط مليح. كانت هذه الوصفه طلبتها مني احدى المتتبعات مع يعني غلاء سعر البيض. قالت لي فوالا ديري لنا حاجه حلوه بدون بيض، ولا ما يديناش بزاف البيض. فوالا. وهنا كذلك زدت ضفت من كاس اتاي من الحليب. انا قلت لكم راح نعتمدوا على هذا الكاس في قياس جميع المكونات. نخلط مليح حتى ينسجمنا هذاك الخليط، وبعدين راح نضيفه تدريجيا الفرينة تاعنا مع كيس من الخميرة الكيميائية. نغربل هذيك الفرينة تاعنا مليح، ونقعدوا نضيفوا في الفرينة يعني حتى نتحصلوا على عجينة تتلاصق في اليد وطرية. فوالا، حتى نتحصل على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. نخلوها على جنب حتى تتشرب مليح، وبعدين راح نجيب بلاطيين نفرش بابي كويسون باليديه شويه بالزيت باش نقدر نشكل هذوك العجينه تاعي. نشكلها على شكل اصابع او دوائر، يعني مثل ما تحبين نتيا. نكمل ان نشكل العجينه تاعي كامل بنفس الطريقه، ونحطوهم على جنب. بعد ما يعني راني نسخن في الزيت تاعي اللي كنت حاطتها في المقلاة، نسخنها مليح. وبعدين ما سخلتني راح نلوح هذوك الاصابع تاوعي ونقص النار، يعني نطيبهم على نار هادئه باش يعني يجيونا مقرمشين وما يجيونيش معجنين من الداخل. ان نقعد نقلي هذوك الاصابع تاوعي نحمرهم مليح. بعد ما نحيتهم بديت يعني النصف كنت رشيت عليه السكر الناعم كما راكم تشوفوا، سكر كلاصي. درت له مليح سكر كلاصي. والنصف الاخر كنت شربته بالعسل بهذا الشكل. وفي الاخير هاي لكم النتيجه. قلت لكم نص درت له سكر كلاصي، والنصف الاخر كنت شربته بالعسل مليح. يعني وصفه حلوه وبنينه بزاف بزاف. شوفوا الحبه كي قطعتها معكم كيفاه تجي. صراحة مقرمشة وبنة هايلة. أنا نحب هاد الوصفة بزاف، يعني لأنه ما تديليش الوقت ومنطومة جد اقتصادية. يعني تقدري ديريها ترافقيها مع الأتاي في سهرياتك، وسورتو سهريات رمضان. راح تحمر لك وجهك مع ضيافك وعائلتك. وفي الأخير نقول لكم إلى اللقاء في عدد آخر في وصفة جديدة إن شاء الله. باي.